ازاي اعمل كومباوند؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هعلمك ازاي تعمل كومباوند. هتقول لي ايه الكومباوند ده؟ لو انت مثلا جاي من البريمير فهي هناك اسمها نست. كومباوند ده يعني هجمع كل التايم لاين عندي من الفيديوهات، كل تراكات الفيديو، واعملهم في حاجة واحدة بس اسمها كومباوند. هعلمك ازاي تعمله، وازاي ترجع الفيديوهات تاني للتايم لاين على وضعها الاصلي، وازاي تحذفه لو انت عاوز تحذفه. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا خلصت البروجكت بتاعي، تمام، وعندي زحمة كتير هنا، وعندي زحمة كمان في الصوت، فأنا مش حابب المنظر ده. عاوز ألم كل الفيديوهات دي تبقى في تراك واحد، يعني بالبلدي كده هعمل لها حاجة زي النست في البريمير اللي هو هنا اسمها ايه؟ نيو كومباوند. فبكل بساطة بحدد الفيديوهات كلها كده، وبدوس في أي مكان على أي فيديو كليك يمين، واختار نيو كومباوند كليب. ده أنا كمان أقدر أسميه، بص أهو، ممكن أسميه مثلا ايه؟ الباشا اهو، تمام، اهو اتجمع لي كل الفيديوهات في تراك واحد اهو. اقدر من هنا لو فتحت السبيكتور اهو، اقدر من هنا اعمل اي حاجة على التراك كله، على كل الفيديوهات في صيغة التراك الواحد ده اللي هو التراك المركب زي ما بيقولوا عليه. انا مثلا هنا اقدر اعمل شريط السينما اهو، تمام، اهو عشان نشوف بشكل اوضح اهو. انا لو جيت في اي مكان هلاقي شريط السينما ده معمول اصلا اهو، تمام. مش هقعد بقى اروح فيديو فيديو وبتاع واختار، لا، هو كده اتعمل على كل الفيديوز اللي موجودة عندي. اوكي، مش كده وبس، انا ممكن من هنا كده اكبر حجم التراك كله واصغره، اعمل اي حاجة طالما انا عامل نيو كومباوند. اوكي اهو. اقدر من هنا برضو كده اخش برضو هنا كروبنج، تمام، واقلل اهو التوب والبيتون اهو، واعمل برضو شريط سينما عن طريق الكروبنج. اوكي تمام. انا كده بتعامل مع كل الفيديوز ان هو تراك واحد بس عن طريق الكومباوند اللي انا عملته. تمام يا شباب؟ تمام. طب اقدر ارجع بقى في الموضوع ده ازاي وافتح الموضوع تاني؟ اقدر ادوس عليه كليك يمين واجي هنا اهو ديكومبوز ان بليز، تمام، واهو هاجي هنا اختار using clips only اهو، هيرجع لك كل حاجة زي ما كانت اهو. كل الفيديوهات رجعت تاني زي ما كانت. هنا اسمه نيو كومباوند، في البريمير اسمه نست. اوكي، اقدر برضه اعمل الموضوع ده مع تراكات الصوت اهو. اختار تراكات الصوت كده وادوس كليك يمين على اي تراك منهم واعمل نيو كومباوند، وبرضه هنا اقدر اسميه الاسم اللي انا عاوزه. ماشي، الباشا ساوند. اوكي اهو. واقدر برضه افكه ايه؟ عن طريق كليك يمين ديكومبوز ان بليز اهو، واختار يوزنج كليبس اونلي. تمام يا شباب؟ تمام جدا. الموضوع ده بقى ممكن يساعدني في ايه كمان غير ان انا هقعد اضيق كل فيديو لوحده؟ تمام، لا، ده هيساعدني كمان ان انا وانا بعمل ديليفر اللي هو الاكسبورت، الموضوع بيبقى اخف كتير جدا لما البرنامج يتعامل مع وان كليب غير لما يتعامل مع كل كليب لوحده. بس كده يا شباب. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ويا ريت تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تستفادوا من كل حلقاتنا، ولو لايك وكومنت وشير يبقى كتر الف خيركم. السلام عليكم.